بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لا شك أن مقبلون على شهر عظيم وموسم كبير من مواسم الخير والطاعة، وهذا الموسم الذي هو شهر رمضان المبارك ورد في فضله كثير من الآيات ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الموسم العظيم الذي نحن مقبلون عليه بإذن الله ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعد العدة للقائه، وذلك بتجهيز النفس والاستعداد لخيرات هذا الشهر. فجهز نفسك لصيامه ولقيامه ولقراءة القرآن وللصدقة وغير ذلك من فعل الخيرات، ولنجعل هذا الشهر المبارك مفتاح خير لنا وصفحة جديدة نفتحها مع ربنا ومع القرآن ومع التوبة إلى الله، فنستغله في الرجوع إلى الله والتوبة إليه، ولنكن ممن يدركه رمضان وقد غفر له ذنوبه. فوطن نفسك على التخلص من جميع الذنوب والمعاصي، اجعله باب خير لك مع القرآن. كم منا قد هجر كتاب الله ولا يختمه إلا في رمضان، وهذا إن ختم القرآن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه الجبريل القرآن كل شهر مرة، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. وقيام الليل لا شك بمشروعية الجماعة فيه في رمضان، لكنه لا ينبغي للمسلم أن يتركه إذا انتهى رمضان. فرب رمضان هو رب شوال وهو رب بقية الشهور، لكن قصد الاجتماع لصلاة الليل لا يكون إلا في رمضان. فلنجعل هذا الشهر بداية استقامة جديدة ومحاسبة للنفس، فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر.